قبل 600 عام كانت هذه الكنيسة بيتنا، تعرف كإحدى عجائب الدنيا. أما الآن فلا يعرفها إلا القليل، ويزورها من اللاجئين العابرين أكثر مما يزورها من الحجاج. يشكو بعض الإخوة من زوال مجدها، ويصلون من أجل عهد جديد من التجديد، كما لو كان بإمكاننا تدوير عجلة الزمن إلى الوراء والسفر إلى ما قبل 600 عام. شخصياً أقدر الحالة الحالية لكنيستنا، فهي الآن عظيمة ومتواضعة في آن واحد. أنا مبارك لأنني صنعت لنفسي حياة هنا في عزلة المناطق الحدودية، حيث الهدوء كاف لسماع إرشاد الرب. أليس هذا ما كان ليريده القديس سمعان، السيد الحقيقي لهذا البيت؟ أترى ذلك العمود هناك؟ لقد كان ذلك البيت الوحيد للقديس طوال 37 عاما، ولم تطأ قدمه قط خارج حدود تاجه. بالطبع كان العمود أطول بكثير في زمانه. لقد أدت 600 عام من قيام الحجاج بنحت أجزاء منه للحصول على هدايا تذكارية مقدسة إلى تقليص قامته ليكون بارتفاع رجل. في زمن القديس سمعان كان عموده الذي هو بيته أطول من هذه الكنيسة، وكانت هذه الأراضي غنية ومسيحية على مد البصر. من المضحك أن نفكر في أنه إذا تسلق شخص ما العمود اليوم لظل بإمكانه القول إن الأرض غنية ومسيحية على مد البصر، ولكن هذا فقط لأن جدران الكنيسة تحيط به تماما كما تحيط جدران الحصن بالكنيسة. وخلف تلك الجدران تقع أرض فقيرة دمرها الطاعون والحرب، ومليئة بكل أنواع الوثنيين الذين يمكن أن تتخيلهم. أنا مبارك لأنني رأيت أشياء كثيرة في حياتي، ولم أرى شيئا بعظمة كنيسة القديس سمعان. بالتأكيد لم تعد مركزا للعالم، وأصبحت حصنا أكثر من كونها موقعا للحج، أو كانت كذلك قبل النهاية. أما الآن فلم تعد شيئا، لم تعد موجودة، ولهذا السبب أنا مبارك. لقد تمكنت من رؤيتها كما كان مقدرا لها أن تكون قبل أن تفرغ من كل غايتها. لقد كنت هناك لأشهد اليوم الأخير للكنيسة طوال 700 عام. أليس هذا بركة؟ يشبه الأمر أن تكون بجانب سرير سيد عظيم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. بدأ اليوم الأخير بعد الفجر مباشرة عندما ناداني الحارس من برجه. صعدت لأرى ما الذي كان يسبب له كل هذا الاضطراب. بين الأفق وبيننا كان هناك خط طويل من الغبار ينبعث من طريق حلب، وفي مقدمة سحابة الغبار رأيت الرايات البيضاء للخليفة الفاطمي. قالوا إن الفاطميين هم الذين يحكمون الآن في القاهرة. القاهرة، ما هو شأنهم هنا في هذه الأراضي المتواضعة والمنسية؟ هل كان من الممكن أن يكون أحد هؤلاء الجنرالات الفاطميين قد تذوق نبيذنا المبارك أو زيت زيتوننا، وهذا ما ألهمه لزيارتنا؟ لقد حذرت الأخ توماس ألا يصنع نبيذا لذيذا إلى هذا الحد، بما أن الكبرياء خطيئة. فهل كان هذا هو الثمن الذي كان علينا دفعه مقابل غروره؟ لسنوات منذ أن بدأت كل هذه المسألة الفاطمية كنا نقول لأنفسنا
إن تلالنا فقيرة، وأن ديرنا قد أصبح بالفعل شبه خراب، وليس هناك ما يستحق العناء للصعود إلى هنا، ومن قد يرغب في السفر إلى هنا في ذروة الصيف. أرى بوضوح الآن أن تلك كانت أكاذيب لتعزيتنا في أيامنا الأخيرة. ها هم هنا، جيش الوثنيين براياتهم البيضاء. في هذا الوقت من السنة كان القمح قد حصد ودرس، وحمله الجميع بالفعل إلى الحصن، ولهذا السبب كان هناك الكثير منا نحن المسيحيين مجتمعين معا في ذلك اليوم. وبالمناسبة ربما كان هذا هو الهدف من زيارة الفاطميين، لم يكن النبيذ هو ما يبحثون عنه بل نحن. ركض المزارعون إلينا أولا من مدرجاتهم الزراعية، ثم جاءت عائلات السريان والعرب المسيحيين من القرى، حتى أن القليل من إخوتي الروم تمكنوا من المجيء إلى أمان، كما كانوا يسمونها، من الأبرشيات القليلة المتبقية. حشد من الحياة الفوضوية تزاحم داخل الجدار الخارجي مع ماعزهم وأطفالهم وأدواتهم وحزم أمتعتهم. لم أتمالك نفسي من التساؤل رغم الظروف الرهيبة، كيف كان سيبدو شكل هذه الكنيسة في تجسدها كإحدى عجائب الدنيا، يقال إن بنيت لتستوعب 10,000 نسمة. هل كان من الخطأ الشعور بالمتعة في مشاهدة غايتها للمرة الأخيرة؟ تم بناء 27 برجا في أسوار الحصن، لكنني كنت أعلم أنه حتى 100 برج لن تتمكن من إنقاذنا. كان عدد الجنود قليلا جدا لحراستها، ولم تكن خيالة أنطاكية لتأتي. لا يوجد أحد من الروم في كامل قواه العقلية يخاطر بعبور التلال من أجل دير شبه مدمر يقع على الجانب الخاطئ من الحدود، خاصة في هذا الحر الشديد. هكذا كنا نحن والفاطميون فقط. جاءوا مشاة وعلى الخيول. وبما أنني كنت مضيفا للمؤمنين من جميع أنحاء العالم، فقد رأيت كل أنواع الرجال، لذا لم يكن مظهر الفاطميين جديدا علي. ومع ذلك تعجب القرويون الذين انضموا إلي في البرج من منظر الجنود ذوي البشرة السوداء، وضج الحشد تحتنا بهذا الموضوع. قال شخص على دراية بالفاطميين إن هؤلاء الجنود جاءوا من أقصى جنوب مصر، لذا دعونا في دعابتنا السوداء قائلين إن فرعون قد أمسك بنا أخيرا في مكان ليس فيه بحر. كان الأمر مضحكا في ذلك الوقت، ولكن ربما كان عليك أن تكون هناك لتستمتع بتلك اللحظة. راقبت من أحد الأبراج بينما واصل المشاة مسيرتهم نحونا حاملين رماحا طويلة. تحركوا في صفوف وحافظوا على خطوطهم بالطريقة التي تخيلت أن الروم كانوا يفعلونها ذات يوم. وكان هناك أيضا فرسان تبدو عليهم ملامح الشرق، أسماهم الحارس بالأتراك. وكان هناك رجال عرفتهم كبربر، فرسان خفيفون يحملون رماحا قصيرة للرمي ولا يرتدون أي دروع تقريبا، وبغض النظر عن لون بشرتهم أو ملابسهم فقد ساروا جميعا تحت الراية البيضاء نفسها. كنت دائما أظن الموت أسود اللون. كم كان غريبا أن يكون لونه أبيض طوال الوقت.
انكسرت البوابة قبل الظهر. في ذلك الوقت كنت قد غادرت البرج منذ فترة طويلة، وكنت بين الحشود أحاول تنظيم الفوضى، لذا سمعت أكثر مما رأيت. كانت هناك أنين طويل وفرقعة رعدية رهيبة عندما سقطت أخشاب البوابة الكبيرة، ثم تلا ذلك زئير الوحوش المتدفقة عبر الثغرة. قتلوا الرجال أولا. خرج بعض الإخوة إلى الفناء بأيد فارغة متوسلين الرحمة للأبرياء، فقتلوا هم أولا. رأيت توماس العجوز الذي كان أشجع مني، قاتل المزارعون الوثنيين بما حملوه معهم من المدرجات الزراعية، في الغالب شفرات التقليم والعصي التي كانوا يستخدمونها لضرب الزيتون. كان الأمر أشبه بمشاهدتهم وهم يقاتلون البحر بالعصي. سيقت النساء والأطفال معا نحو الجدار الجنوبي بالطريقة التي يحبس بها الرجل الماعز، وربطوا بالحبال واقتيدوا إلى أسفل التل عندما انتهى كل شيء. طوال ذلك الوقت كانت أجراس الكنيسة تقرع، وبدافع غريزي تتبعتها إلى داخل الكنيسة. لقد كان هذا بيتي لقرابة المدة التي قضاها سمعان فوق العمود. كان هذا هو المكان الذي ازدهرت فيه حياتي تحت حكم يسوع وصحبة إخوتي، وكان هذا أيضا المكان الذي يأتي إليه المكروبون لتلقي الإرشاد مني. في العام الماضي جاءني جندي شاب بضمير مثقل طالبا الخلاص. قال إنه قتل رجلا عجوزا أثناء نهب أحد المساجد. وشعورا مني بالضعف جلست في ظل عمود القديس سمعان أراقب الوثنيين وهم يجردون بيت الله من كل المعادن. كل شيء من الفضة الأكثر رقة إلى مفصلات الأبواب الحديدية الضخمة اختفى في رفة عين. وطوال هذا الوقت كانت الأجراس لا تزال تقرع في الهواء. من كان يقرعها؟ جاء شاب إلى العمود حيث كنت أركع، وسيفه أحمر رطب، سن واحدة من الوحش الذي كان يلتهمنا. نظر إلي ثم إلى جذع العمود المتآكل. لا أعتقد أنه فهم ماهية هذا المكان. قلت له: أنا مستعد يا بني، خذني قبل أن تتوقف الأجراس عن الرنين. لا أريد أن أكون شاهدا على صمتها. التقط الشاب رجل كرسيا من الأرض، أرجحها وضرب العمود بكل ما أوتي من قوة. افترضت أن ذلك كان لاختبار ما إذا كان هناك كنز بالداخل، وبدا أن الضربة آلمته هو أكثر مما آلمت الحجر، فصرخ من الصدمة وتراجع بسرعة عائدا إلى الكنيسة بعيدا عن المكان الذي وقع فيه ذلك الحدث المخزي. لاحظت حينها أن أجراس الكنيسة توقفت. استلقيت في ظل عمود القديس سمعان ناظرا إلى تاجه المهترئ لوقت طويل جدا. وحلت ليلة بلا قمر، وفي ظلام شبه دامس كنت أسمع الفاطميين الباحثين عن الغنائم يهرولون حولي مثل الفئران. لم أفكر في التحرك، فبعد مثل هذا الحدث لم يتبق لدي سوى القليل من الطاقة لإرشاد نفسي. كان الأمر قد جاء من حلب، المدينة التي أصبحت لنا الآن وهبت لنا بمشيئة الله. لقد استولت قوتنا وحدها مؤخرا على المدينة دون أن تمنحنا شرف المعركة. لا أعرف ما الذي دفع إلى إصدار أوامر غارتنا على الحدود الشمالية. ربما بكل بساطة
علم الوالي بوجود قلعة من الكنوز في التلال التي فوقنا، أو ربما كان العرب قد طمعوا في هذا المكان وحصلوا أخيرا على قوتنا للاستيلاء عليه. على أي حال، كان هناك حصن للوثنيين فوق التل المرتفع. كانت قلعة قديمة تدعى شيئا مثل سمعان، وتقول الشائعات إن القلعة تحتوي على ما يكفي من الناس والفضة لجعل المسير إلى هناك يستحق الجهد. لذلك قبل أن تشرق الشمس في ليلة بلا قمر، صعدنا منحدر سمعان والغبار بين أسناننا، حاملين الراية البيضاء لأمير المؤمنين. أنا ممن يسمونهم بالبربر. جاء جدي من جبال شمال أفريقيا النائية. عائلتنا والعائلات الشبيهة بنا هي من أوصلت الفاطميين إلى السلطة التي يتمتعون بها الآن في القاهرة، والآن جلبناهم إلى سوريا. لم يقف شيء في طريقنا بعد، وسأكون متفاجئا لو أن أي شيء أوقفنا على الإطلاق، لأن الله معنا. ومع شروق الشمس ومغادرتنا لراحة الليل البارد، ظهرت أمامنا هضبة تعلو صخورها قلعة عظيمة. لم أكن أتوقع أن يبرز مثل هذا البناء الضخم من مثل هذه الطبيعة القاحلة. لا يمكن أن يكون مثل هذا البناء قد أنشئ إلا بسحر الروم. كان الحصن الدنس أشبه بمدينة في حد ذاته، رغم أنه شهد أياما أفضل بوضوح، وقد منحتنا حالة الخراب التي كان عليها الأمل. ذات يوم ربما كان قتالها صعبا وحامضا مثل ثمرة برقوق الغضة، لكن الزمن عتقها لتصبح لينة وحلوة، جاهزة للانفجار عند أدنى لمسة. في مسيرتنا الليلية كنا نقول لبعضنا البعض إننا سنقاتل الروم، وإذا نجونا سنعود كأبطال. أما الآن فتبدو تلك الهمسات التي كانت تهدف إلى تشجيعنا سخيفة. فالرجال القلائل الذين رأيناهم في مواقع الدفاع لم يكونوا سوى قرويين بسطاء، يبدون نحيلين ومرعوبين، ومع ذلك صلبوا أنفسهم وتمتموا بتعاويذ عند رؤيتنا كالشياطين. لقد أسقطنا القدس بالفعل. فهل ظنوا حقا أن بضعة مزارعين يحملون العصي يمكنهم أن يحيدوا بنا عن الطريق المقدس الذي نسلكه؟ تحطمت البوابة الخشبية القديمة بسهولة. ثم جاء دور الرجال، إن كان بإمكانك تسميتهم رجالا. عاد بعض أفراد جيشنا إلى حلب بقصص عن معارك ضد الروم، لكن الحقيقة كانت أقل إثارة للإعجاب. لقد كانت أشبه بمذبحة لقرويين جائعين ومرضى. لا تفعل هذه الذكرى الكثير لزيادة ثقتي، ولكن بفضل الغنيمة التي وهبنا الله إياها في ذلك اليوم، أصبحت الآن غنيا بما يكفي لأتزوج مرتين، وأمتلك بضعة عبيد، بل وأرسل 4 من أبنائي ليتعلموا. لقد شاركت في العديد من المعارك مثل تلك التي خضتها في سمعان، لكنني أتذكر هذه المعركة بمحبة، لأنها كانت المعركة التي جلبت الثروة لعائلتي. إن الحياة مليئة بتقلبات القدر التي ينزلها الله على المباركين. على سبيل المثال، من كان ليخمن أن ثروتي وهبت لي بسبب انزعاج الشديد من موسيقى الوثنيين، هذه الأجراس التي يضعونها في أعلى الأبراج والتي ترن وتشوش الحواس أثناء قتالنا مزعجة للغاية. من بين جميع حصون الوثنيين التي داهمتها، أحدثت قلعة سمعان الضوضاء الأكثر فظاعة. بالتأكيد كانوا يحاولون استدعاء جن التلال. ركضت إلى داخل الكنيسة لأجد الوثني الذي كان يقرع الأجراس. كان بإمكانه قتل 100 رجل ممن مثلوا أمامي ولا يملكون سوى أيد فارغة للقتال بها، لكن رنين الأجراس كان قد دفعني إلى الجنون. لم أكن أرغب في شيء في تلك اللحظة أكثر من إنهاء رنين المعدن ببعضه. دفعت الشياطين المتوسلة ودخلت إلى الكنيسة نفسها، وهنا وجدت تجمعا من النساء والأطفال متمسكين بأثمن ممتلكاتهم. لقد كان هذا كنز العمر، حيرة من الذهب والفضة والمجوهرات والأقمشة النادرة وما شابه. جنيت منهم ما يمكن حمله. ثم في خضم بحثي المستمر عن قارع الأجراس، تهت في مغاور وكر الوثنيين هذا، ووجدت مزيدا من الوثنيين يختبئون في ممر عميق. وهنا أنهيت بحثي عن دم قارع الأجراس، إذ كنت سأكون أحمق لو تنازلت عن هذه الفرصة. انتظرت طويلا حتى الليل مع هؤلاء الوثنيين، وسيفي مشهر حارسا كنوزي، ثم سقتهم إلى حلب وبعتهم جميعا مع مطلع اليوم التالي. لا أعلم كم من الوقت سأبقى في هذه الأراضي الشمالية.
يزداد قلقي وأنا أحتفظ بثرواتي في أرض بعيدة جدا عن الحضارة، وإذا سنحت لي الفرصة فسأكون سعيدا بالعودة إلى القاهرة، حيث يمكنني العيش بقية حياتي في رغد. وإذا حالفني الحظ فسأبني مسجدا ومدرسة ومستشفى، وأسميها جميعا باسم جدي. آمل أن يراني الآن من مكانه في الجنة ويرى ما أصبحت عليه عائلته. ليس سيئا لشاب يبلغ من العمر 17 عاما، أليس كذلك؟ بالطبع، كل هذا بمشيئة الله. كنت قادرة في السابق على تذكر شكل والدي. أعتقد أن رائحته كانت مثل رائحة زيت الزيتون، لأنني دائما أتذكره عندما أوقد مصابيح البيت. عندما كنت أصغر سنا، كنت أتحدث بلغة وطني مع المصابيح عندما لا ينظر إلي أحد. أما الآن فقد نسيت لغة بيتي. أحيانا أسمعها يتحدث بها عبيد آخرون عابرون، لكن معاني الأصوات طارت مني كالحمام الهارب من قطة. عندما أحاول تذكر من أين أتيت، لا يمكنني الرجوع إلى الوراء إلا بحدود يومي الأخير في قريتي. من يومي الأخير أتذكر نساء يحملن سلالا على الطريق. كان هناك شخص ما، ربما والدتي، من بينهن، وكان أخي الصغير على وركها. أتذكر شخصا يصرخ، ثم سار كل شيء بسرعة كبيرة. أشخاص على خيول، ثعبان من الغبار. غادرنا قريتنا وركضنا صعودا إلى قلعة هائلة، وبينما كنا نركض أخبرتني خالة ألا أقلق. كان الركض إلى القلعة هو عادة أهل التلال منا، لأن الجدران الحجرية كانت دائما تمنحنا الأمان. كان الحصن ممتلئا بالفعل حتى حافته بمخلوقات حية من كل نوع، ناس، حيوانات، أكوام من المحاصيل المحصودة. كان الأمر أشبه بسفينة نوح، على الأقل هذا ما أتذكره. انتظرنا في الحر. طلبت منا أمي أن نصلي، وتحدث آخرون عن وحوش ذات بشرة سوداء. كانت هناك ضوضاء رهيبة، ربما انكسار البوابة، ربما دخول الجنود. لم أرى معظم ما حدث بعد ذلك. دفعتني امرأة إلى الأسفل بين حزم القمح بمحاذاة الجدار، واستلقت فوقي وفوق أخي بجسدها كله. لقد سمعت الأمر أكثر مما رأيته. ساقوا النساء والأطفال معا وربطونا في طابور طويل من المعاصم، ثم اقتادونا عبر طريق حلب. كان هو المسار نفسه الذي سلكناه للمجيء إلى الحصن. مررنا ببيوتنا، نظرت إليها متوسلة وآملة سرا أن تفعل مبانينا الحجرية شيئا ما بطريقة ما، لكن بيوتنا تصرفت وكأنها لا تعرفنا، وكأن لا شيء يحدث على الإطلاق. كانت الرحلة التي قطعناها طويلة. لم يكن الصيف رحيما في ذلك العام. لم يتمكن الكبار في السن والصغار من الاستمرار، ولم يبطئ الرجال ذوي الرايات البيضاء سيرهم أبدا. سرنا حتى وقفت بوابات حلب العظيمة أمامنا، وعندما أدخلون إلى الداخل فهمت أنني غادرت عالما ودخلت آخر. لقد بيعت في حلب. ليس لدي كلمات تصف السوق. حتى الآن في القاهرة أتجنب سوق الرقيق بأي ثمن، حتى عندما أضرب لتأخري بسببه. في سوق الرقيق بحلب تم فحصي وتحديد ثمن لي. كان يتم لمسي باستمرار، والنظر إلي باستمرار، وبيعي باستمرار. وعندما اشترى رجل واحد آخر من تبقى من أهل قريتي معا، غادروا جميعا معا، ولم أرهم مرة أخرى. لا أعرف كم كان عمري آنذاك، أو كم سنة قضيتها في حلب. ثم نقلت من حلب إلى مصر، إلى مدينة القاهرة الجديدة، وبيعت مرة أخرى في بيت رجل غني. هناك أطلقوا علي اسم غزال، لأنني كنت جميلة كالغزال. هذا هو الاسم الوحيد الذي يعرفني به أطفالي، وفي هذه الأيام هو الاسم الوحيد الذي أعرف به نفسي. وفي هذا البيت أصبحت مسلمة شيعية، رغم أن معظم المصريين سنة. مع الوقت أنجبت لسيدي 4 أطفال، وبفضل الله لا يرث أطفالي حالتي، فهم أحرار ويعتبرون شرعيين. أنا فخورة بأنهم يحملون نسب أبيهم ومتساوون مع أطفال زوجته. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا. أشكر الله كل يوم لأنني تمكنت من إنجاب أطفال لسيدي. بالطبع هؤلاء الأطفال هم جواهري، لكن إنجاب أطفاله يعني أيضا أنه لم يعد بالإمكان بيعي، وسأصبح حرة بموجب القانون يوم وفاته. الآن يضحكون علي بسبب اسمي، يقولون: أهذا ما آل إليه حال غزال؟ لا يهم، لقد أدى جمال شبابي غرضه بالفعل، ولا أجرؤ على أن أطلب من الله أكثر من ذلك. بينما كنت أنجب الأطفال لرجل غني، ماذا كان يفعل الآخرون من أهل قريتي؟ كيف كان حالهم؟ هل أنا آخر من تبقى من قريتي؟ أحيانا أفكر في المكان الذي سأذهب إليه إذا عشت بعد وفاة سيدي. أعرف ما الذي تتساءلون عنه، لأني أتساءل عنه بنفسي.
هل سأعود إلى وطني؟ كنت سأعود لو كنت أعرف أين هدى، لكني لا أعرف. وإذا عدت فماذا سيكون هناك؟ قبل سنوات عديدة أخبرني أحدهم أنه لم يعد هناك من يعيش في سمعان. فضلا عن ذلك فإن أطفالي هنا في القاهرة. وقبل كل شيء أعلم أن الأمر قد يبدو طفوليا، لكنني ما زلت غاضبة من بيوت قريتي التي لم تفعل شيئا لإنقاذ سكانها. هنا في القاهرة أسمع أحيانا أطفالي يرون القصص التي تعلموها في المدرسة عن ملوك عظام ووحوش وأحداث شكلت العالم. هل تعتقدون أنه في يوم من الأيام ستروى قصتي أيضا، حتى لو لم تكتب على الصفحات الذهبية لكتاب ثمين؟ ألا يمكن على الأقل أن تكتب على التراب؟ حتى لو رويت بعد مئات السنين من الآن وقرأها 5 أشخاص فقط، ووصل 3 أشخاص فقط إلى نهاية النص، وحتى لو نسوها لاحقا، أليست هذه الحياة التي عشتها قصة تستحق أن تروى؟